وشوف كذبهم كيف بكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، بكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كيف. ده واحد اسمه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم خارج من الغبر الشريف، انه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء للشيخ ده، خرج من القبر، جاء للشيخ ده. النبي صلى الله عليه وسلم مرق من قبره جاء للشيخ ده يكذب على الناس. اسمع الكلام ده في ميدان مولد، عشان تعرف انه المولد ده ما عنده علاقه حتى بالدين، حتى لو قلنا حلال. وانا هناك بالمدينه المنوره كنت اصلي ركعتين تحيه المسجد، وبعد ذلك انا ابراهيم صلى الله عليه وسلم رايت النبي خارج، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يا شيخ خليفه والله النبي شيخني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال شيخه عشان الناس يمشوا يغوصوا بطريقته. ده الخم يا ناس، اتقى الناس الذي يعمل مولد دارين كل مسلم الدائرة الدين يصير مجردا. قال ما انا ادور اسمه ذلك يعني يا شيخ، عشان ما تقول له خليفه، تقول يا شيخ انه ترى يا خليفه يقول لك انت ما بتحب النبي، ما بكون الناس سايد كده. شوف للعجب كمان الرجال قاعدين يتذكروا يا ناس، لا جاكم راجل قاعد يتذكر سيابه بدين يا ناس، يا ناس لا جاكم راجل قاعد يتذكر. الزغاريد دول منو يا شباب؟ النساء دول بيعلموك الزغاريد. قال لي يا شيخ خليفه انا زاير السودان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يزور السودان. مستهبلين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. انا زاير السودان وانا معه في احتفالاتهم بي. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مع السوداني في الاحتفالات. شوف الكذب ده كيف داري يصل لك انت بس عشان تجي للمولد، وشوف لا تجاهل باللغه العربيه ذات ما قادر انت باللغه العربيه. وانا معه في احتفالاتهم بي، وانا قال في احتفالاتهم يعطوا لغه ده في احتفالاتهم، في دمع من حروف الجر، في بيجرك من هنا لقدام. انت ما جاب خبر ولا شو؟ قال في احتفالاتهم. لا ما في احتفالاتهم، لا ما في كل ما بتلقاه في احتفالاتهم. لكن الان ما عندي زمن لا يقرا ولا اي حاجه، بس كذب زايد. ودينهم ده كله يشرب من النوم. يا اخي الناس اللي يجهز المولد قالوا ابو لهب ده يخفف عنه يوم كل يوم اثنين عذاب من عذاب جهنم. قالوا كيف يخفف عن ابي لهب؟ قالوا لان ابو لهب ده فرح يوم النبي صلى الله عليه وسلم يزوج، قال في واحد شاف في النوم انه ابو لهب ده يخفف عنه العذاب. يعني ابو لهب ده يخفف عنه العذاب، والكلام ده كمان في النوم. داري يدافع عن ابو لهب وفي النوم كمان ما في اليقظه، والكلام ده يخالف القران. ربنا يتبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. كيف يخفف عنهم العذاب؟ وربنا قال في سوره البقره ان الذين كفروا وماتوا هم كفار. ابو لهب يعني ما كافر يعني؟ قال اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الله قال دول لو مات على الكفر ده ما يخفف عنه العذاب، لكن دول قالوا ابو لهب ده يخفف عنه العذاب. هي الصوفيه في قراءتهم للمولد، وانا معهم في تفسيرهم، وانا معهم في فرحهم. المهم مشى قدام قاعد يكذب كذب شديد يا ناس. في ناس ثانيين برضه عاملين ابو دقون. انا داير اختم عشان ما اقدر اكثر الكلام في ابو دقون ذاته. فكم ناس يقولوا شباب شياب ابو دقون كثيرين ذاته كيف يحتفلوا المولد. ابو دقون جماعه ابو لوي دقون يعني على السنه، وما اي مدردم بين ابو دقون ما اي مدردم شنو ليمونه، بتلقى الليمون بتلقى التفاح بتلقى الحنظله، بتلقى حنظله كثيرين جدا. ابو دقون انصار سنه قدموا الصوفيه في ميدان المولد، قدموا الصوفيه في ميدان المولد. والصوفي ذاته قال نحن قلب نحط طهاراتنا ورموباتنا في قيمه الانصار السنه دي. غير انصار السنه الكلام ده موجود هنا، لكن الزمن بس مشى. فدي ذاته هناك ضلوا وبتلقاهم شغلهم كله سياسه. نحن كلامنا
الله ممكن زول يشوفوا انه ما بقدم البلد، ده بيقدم البلد، لانه ناس لما يتوبوا ويرجعوا لربنا ربنا بيصلح لنا حالنا في الدنيا. ربنا قال ولو ان اهل القرى شنو؟ امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اما البدع والكذب بيدمر السودان وبيدمر الناس، لان ربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وقدم اخونا شيخ موسى، جزاكم الله خير وبارك الله.